السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة ومرحبا بكل مشاهدي قناة أذواق أمينة. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم إن شاء الله ماشي الوصفة وإنما غادي نقدم لكم فيديو كيقدم أروع تشكيلة من الحلويات ديال الكوموند اللي خدمت. وكنبغي نقول لكم راه دايره اثمنه جد مناسبه لدواز اتاي، حلويات الصابلي، حلويات اللوز، ولجميع المناسبات، اعراس ولا اسبوع، حفل عقيقه، اعياد الميلاد. فما عليكم غير اتصلوا بيا على الرقم اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف. فيما كنتو داخل المغرب او خارج المغرب غتوصلكم لا كوموند ديالكم. وبالنسبه اللي كيسولني على الاثمنه ديال الحلوى غادي نحاول نقربكم في هذا الفيديو. بالنسبه للاثمنه الصابلي ابتداء من 70 درهم وهي طالعه، يعني الثمن كيبدا ديال الصابلي من 70 درهم، 80 درهم، 90 درهم فما فوق. يعني الفينيسيون الصابلي هو اللي تيحكم على الثمن. كاين الفينيسيون اللي بكاوكاو، كاين اللي باللوز، كاين اللي بالبات شوكولا، كاين اللي بالنوغاد اللوز. يعني كل ما طلعت الجوده ديال الصابلي كل ما كيتزاد الثمن ديالو. بالنسبه كذلك للحلويات اللوز كتبدا من 140 درهم الكيلو. وبالنسبه لدواز اتاي ابتداء من 70 درهم. بالنسبه لحلويات كاوكاو ابتداء من 90 درهم فما فوق. كاين بالنسبه لحلوه كاوكاو كاين اللي لا فينيسيون ديالها بالسكر كلاصي سبيسيال، كاين اللي كنفينيوها بالسكر كلاصي سبيسيال او الكركاع ولا اللوز، كيبقى الاختيار ديال الكليان. كاين اللي بحال حلوه الزليجه او اللي كيقولوا لها حلوه الرخامه كتكون بكاوكاو، او حلوه الشوكولات. يعني الاثمنه كتختلف من شكل لاخر. بالنسبه للاثمنه ديال البلاطو راه ما نقدرش نحدد لكم الثمن، لان كل شكل ديال البلاطو واش كيه الصف ديال اللوز، واش جوج صفوفه ديال اللوز، واش كامل اللوز، يعني ما كنقدرش نحدد الثمن ديالو حتى كنشوف شكيلات اللي بغيتو. المهم ما نطولش عليكم بالهضره، نخليكم مع الصور من مقتطفات ديال الحلوى ديال لي كوموند اللي كنخدم. ما عليكم غير تختاروا الشكيلات اللي بغيتو، اتصلوا بيا على الرقم اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وكنبغي نقول لاول مره كيزور القناه ديالي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم زوينه ومن اللايكات اللي جام الله يجازيكم بخير، باش الفيديو ديالي كيتقترح على عدد اكبر من المشاهدين. وحتى من التعليقات ديالكم الزوينه، وحتى انا كذلك ما عادش نبخل عليكم من الوصفات. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.